كيفاش كتخدم هذه القذيفة؟ الهندسة ديالها مقسومة لجزئين. الأول هو أنبوب فيه شحنة الرفع اللي بتطلع القذيفة لفوق، والجزء الثاني هو القذيفة نفسها اللي فيها كرات صغار ديال الألوان كي يتسموا النجوم، وفي الوسط كاينة شحنة الانفجار. والسر في التوقيت هو الفتيل الزمني. هذا الفتيل كي يتحرك بسرعة محسوبة، مثلا كل سنتي كي ياخد 2 ثواني، فملي كي يوصل للشحنة كتنفجر على الارتفاع المطلوب. وإلى بغاو يديروا شكل ديال قلب كي يستفوا ذيك النجوم الصغار داخل القذيفة على شكل قلب حوالين شحنة الانفجار، وملي كتطرطق كتدفعهم بنفس الترتيب في السماء. اليوم التكنولوجيا اتطورت بزاف. العروض الكبيرة ما بقاش كي يشعلوها باليد، بل بأجهزة كمبيوتر وإشعال كهربائي وأنظمة تتبع بالأقمار الصناعية باش يكون التوقيت مضبوط بالملي ثانية. ولكن هادشي ما كيمنعش من الأخطاء. في عام 2012 في مدينة سان دييغو عرض كان مقرر يدوم 17 دقيقة ب7000 قذيفة. بسبب غلطة في الكمبيوتر طرطقوا كاملين في 17 ثانية وداروا كرة نارية عملاقة في السماء. رغم هذا الجمال كامل، الألعاب النارية عندها جانب مظلم، مكلفة بالزاف مادياً وكارثة بيئية حقيقية. ديك المعادن الثقيلة اللي كتعطينا الألوان كترجع تطيح علينا على هيئة غبار سام كي يلوث التربة والماء. علاش داب العالم كي يتجه لحلول بديلة بحال الألعاب النارية الصديقة للبيئة، أو عروض الطائرات بدون طيار الدرون اللي نقية وآمنة وكدير أشكال مذهلة؟ كنتمنى نكون خففت عليكم. بقوا على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.